طيب، بنستخدم العلاج بالطاقة الحيوية ليه وفي إيه؟ يعني إيه اللي يخلّيني أنا كإنسان أقول إن أنا محتاج أتعالج بالطاقة الحيوية؟ العلاج بالطاقة الحيوية لو أنت عندك أي مرض عضوي، هو بيقدر إن هو يساعد في العلاج، وزي ما اتفقنا هو مش العلاج الأساسي، هو علاج مُكمّل مع العلاج مع الدكتور. طيب، فزي ما قُلنا أي مرض عضوي إحنا بنقدر إن إحنا نعالجه من خلال الطاقة، من خلال إن إحنا بنعمل فحص لعمليات الشَّقَرات، للشَّقَرات اللي موجودة في الجسم وفي هالة الإنسان، وبنقدر نعرف الخلل موجود فين وبنقدر نعالجه. ده بيخلّينا إن إحنا نحس بإن إحنا أحسن. برضه والأهم أعتقد بالنسبة لناس كتير إن إحنا بنستخدمه في العلاج من الأمور النفسية، زي صدمات الطفولة، زي مشاعر الكبت، الخوف، آمم، الرفض، أي نوع من أنواع المشاعر اللي إحنا حاسينها بيبقى راجع ليها لحاجة نفسية. محتاج إن إحنا ننضّف أي طاقة سلبية موجودة حوالين الجسم أو في الشقارات دي. بنقدر نعمل ده عن طريق جلسات، ممكن جلسة واحدة تجيب معاك نتيجة عالية جدًا، وفي أغلب الأحيان بنحتاج أكتر من جلسة عشان خاطر نتأكد إن الأمور اتحسنت من جذور الأمر. فده أفضل استخدامات للطاقة الحيوية زي ما قُلنا. كل الصدمات دي بنقدر نعالجها عن طريق الpranic healing أو العلاج بالطاقة الحيوية.